تست نبداو الريكورد. نهار 20 يونيو 1981 كازا ولات ساحة ديال الحرب. الناس خرجوا يحتجوا على المعيشة اللي غلات، ولكن سالاش بالقرطاس، الاعتقالات، المقابر الجماعية. هاد القصة ماشي فيلم، هادي شهادة حقيقية ديال واحد عاش الجحيم بعينيه، ومن بعد 10 سنين خرج من الحبس وعاود هاد القصة هادي اللي غادي نعاودها لكم أنا في هاد الفيديو. في يونيو 1981 وكالة المغرب العربي للأنباء أعلنت على زيادة في المواد الغذائية. الإعلان دار بوم في الجورنال، التلفازة، وحتى الراديو. علموا الناس باللي الزيادة غتقيس كاع المواد الأساسية، والسبب قالوا باللي هاد المواد تزاد في السوق الدولية، والبترول شعلت فيه العافية، وزيد عليها الجفاف اللي ضرب البلاد. هاد الأسباب كاملة كانت حقيقية. العالم كامل كان كيدوز من ركود اقتصادي، والمغرب في داك الوقت كان كيعول بزاف على مداخل تصدير الفوسفات. كنا كنصدرو 26 مليون طن الفوسفات، ولكن الطلب نقص ورجع كيتصدر غير 16 مليون طن. والدول اللي لقات الدولة باش تواجه هاد الأزمة هو يحيدو الدعم في الأسعار. ولكن المشكل ما كانش شي زيادة بسيطة اللي يمكن نسكتو عليها. الطحين تزاد ب40%، السكر ب50، والزيت ب20%. الناس ما قدروش يتحملوا هاد الضربة، حيت ماشي هي المرة الأولى. هادي 3 سنين وكل عام كاينين زيادات. القضية بدات من 1973، ولكن هذه 81 فات القياس. بالنسبة للفقراء والناس اللي عايشين على قدهم، الدخل المادي كان محدود وميمكنش يتحملوا هاد الضربة كاملة في جيوبهم. الشعب ما دواش في الزيادة 73 واستحمل الظروف ديال الثمانينات، ولكن هنا صافي مبقاوش قادرين يصبروا. نظن النقابات ديال الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بغاو يدويو مع الحكومة ويناقشوا الوضع. الكونفدرالية طالبت الحكومة باش تراجع على هاد الزيادات. الحكومة شافت باللي الشعب كامل ما عجبوش الحال وممكن ينوض الصداع في أي لحظة، وجاوبت النقابات باللي غتلغي غير النص ديال الزيادة الأخيرة. النقابات ما قبلوش وطالبوا الحكومة بإلغاء الزيادات في أجل ما يفوت 7 أيام، وباللي خاصها تلقى شي حل بعيد على الجيب ديال المواطن. ولكن حتى شي حد من الحكومة ما داها فيهم ولا تسوق ليهم. أنا النقابة ديال الاتحاد المغربي للشغل أعلنت بلي غيكون إضراب نهار الخميس 18 يونيو 1981، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل أعلنت نهار السبت 20 يونيو. هادشي اللي كان، والإضراب الأول نهار الخميس فاز بشوية المشاكل ولكن بسلام. ومن بعد أعلنت الكونفدرالية بلي الإضراب ديال السبت غيكون شامل ومزلزل. قبل ما يوصل نهار السبت خرجوا القياد والشيوخ والمقدمين كيدوروا على الناس ويقولوا لهم يمشوا لخدمتهم ويحلوا محلاتهم. في هذا الوقت انا كان في عمري 20 عام، كنت مازال كنقرا وما تابع حتى شي منظمه ولا شي حزب سياسي. ولكن في هذه الايام كنت غير متطوع مع هاد الاحزاب بصفتي ولد عائله فقيره وتضررت من الزيادات. كنا كنفرقوا المنشورات وكنهضروا مع الناس باش يشاركوا معنا في هذا الاضراب اللي كان خاصو يكون سلمي، حيت هادشي كامل في مصلحتنا. في صباح السبت 20 يونيو 1981 صبحات كازا خاوية كتصفر، حتى الطوبيسات اللي غيوصلوا الناس للخدمة ما كانوش خدامين. في المقابل بوليس والمخازنية والقياد كانوا كيدوروا بالطوموبيلات وكيهزوا الناس بالزز من ديورهم كيديهم للمحل ديالو يحلوا. الرؤساء د النقابات كاملين تعتقلوا في داك الصباح، والمقرات ديالهم طوقوهم بالبوليس وبداو الناس كيخرجوا من ديورهم وكيتجمعوا. ولكن حتى لهاد الساعة الأمور كانت هانية والإضراب كان سلمي. بداو البوليس كيدوروا في الدروبه، وفين ما بانت ليهم شي لمه ديال الناس كيجريو عليهم باش ما يديروش التجمعات. فهاد اللحظه ناض الصداع والدراري بداو كيضربوا مع البوليس بالحجر، وهنا فين بدات الروينه. البوليس ما بقاش قادر يسيطر على الغضب ديال الشعب، واحد شويه كازا ولات كلها بوليس وعسكر ودبابات. كنا كنشوفوا هادشي غير في السينما، ولكن هاد المره هادشي كان بصح في الواقع. مع جويه الوحده د النهار رجعت للحومه ووقفت مع الدراري ولا الدرب. بان لينا كاميو د العسكر جاي والعسكر هازين سلاحهم
ودازو من قدامنا. ما تخلعناش حيت كان كيصحاب لينا بلي دايرين داكشي غير باش يخلعونا. فاتنا الكاميو د العسكر لراس الشانطي، داروا الدوميجور ورجعوا لجهتنا. في واحد اللحظه وقف الكاميو وكل عسكري نيش على البلاصه اللي فيها تجمع د الناس. بان لي عسكري خدا البوزيسيون ديال التير وحط ركبته في الارض. ملي سمعنا اول ضربه د القرطاس كان كيصحاب لينا غير البارود، ولكن في الضربه الثانيه والثالثه الصداع ناض وبنادم تشتت. كلشي بدا كيجري باش يدخل لشي دار يتخبى. بنادم كيشوف اقرب باب كيمشي ليه واخا ماشي دارو. انا كنت قريب من باب دارنا غير شي 10 ولا 15 الخطوه. جريت بكاع الجهد اللي عندي باش ندخل للدار. في هاد اللحظه اللي فيها كنجري القرطاس كيتشاير في السما وبنادم كيطيح. حفظني الله وما جاش فيا حتى قرطاسه. ولكن غير دخلت مع الباب كان جاي ورايا جارنا عمر. يلا حط رجلو في العتبه د الباب، جاو جوج قرطاسات في ظهرو وطاح في الارض مات في البلاصه. كاين اللي جا غير يطلع من الشرج ما يشوف شنو طاري، جاتو قرطاسه في الراس وسط دارهم. منين حسينا بالعساكر يبعدوا على الباب حلينا الباب باش ندخلو جارنا عمر اللي تضرب. يلا بغينا نهزوه، وقف علينا المقدم والقايد وقال لينا لا دخلتو غتلومو غير راسكم. بديك الخلعه والدهشه حتى واحد فينا ما دوا. عاودنا دخلنا وسدينا الباب. كاينين الناس اللي ضربوا بالقرطاس ودخلوهم عائلتهم للدار. مشاو عندهم المقدم والقايد ديك الساعه وقالوا لهم المضروب اللي عندكم خليوه في الزنقه. فهاد اللحظه بدات الحمله ديال الاعتقالات العشوائيه اللي لقاوها في الزنقه، سواء كنتي كبير ولا صغير كيهزوك في الصافيت. كاين اللي كان خارج يجي بغا ما ياكل حتى هو شدوه، وكاين اللي جاي هربان من الصداع وباغي يدخل لدارو حتى هو تكرفسوا عليه. جاو لدارنا ودقوا الباب بالجهد. حلت الوالده وهي مخلوعه. دخلوا وجروني. الوالد دافع عليا وقال لهم الدري ما داير والو، ويضربوا واحد من السيمي بالسلاح مقلوب للقلب كانوا غيقتلوه. الوالده بدات كتغوت وكتطلب فيهم. ملي خرجوني للزنقه لقيتهم شادين دراري صغار ب 14 و 15 عام، وبان لي حتى الحاجه بالسلام شادينو. راجل كبير في عمره 70 عام هاز المصحف في يدو وكان غادي غير للجامع، حتى هو ما عقلوش عليه وشدوه. منين عمرات الصافيط داونا المقاطعه. وصلنا لقينا البوليس مستفين في الدخلة المقاطعة في واحد الكولوار طويل، واقفين 10 على اليمين و10 على اليسار وهازين الهراوات. دوزونا كاملين من وسط منهم. الا خويتي من دقه من لهنا كتجي فيك دقه من الجهه الاخرى. دخلونا لواحد السيلون صغير لقينا اصلا عامر بالناس، ومبقيناش لاقين فين ندخلو. بقاو كيدكسو فينا بحال الدجاج لدرجه ان الباب ما بغاش يتسد. بقاو البوليس كيضربوا في هذوك اللي قراب للباب باش يزيدوا يدخلوا بزز. عاد تسد. ملي الباب تسد ما قدرناش نجلسوا ولا حتى نتحركوا، ولينا واقفين بحال السردين ملاصقين. ومع الصيف كان الصهد مشاهد بزاف داك النهار. بدينا كنتخنقوا حيت ما كانوش شراجم، كانت غير واحد الفتحه صغيره في الباب. دوزنا شي ساعتين في هاد الحاله، واول واحد مات كان بسبب الاكتضاد. الدراري الصغار اللي كانوا معنا قصار تخشاو وسط منهم ما بقاوش كيتنفسوا مزيان. قلنا راه غادي يحنوا فينا الا علمناهم وقلنا لهم بلي دري صغير مات، باش يخرجونا لشي بلاصه واسعه. ولكن مين جاو ما حلوش الباب اصلا، دو معنا غير من وراه. قلنا لهم الدري مات، جاوبنا واحد البوليسي بورود خليو تما حتى تموتوا كلكم. الجزء الاول غادي نساليه هنا. الا عجبتكم القصه خليو لينا لايك وديروا كومونتير باش نلوحوا الجزء الثاني في اقرب وقت. تهلاو.